التليفون اهو. ولا اقسم بالله كسر عظمك. اقعد انا مش همشيك من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. انا محتاجه حضرتك في مشكله كبيره تخصني. حضرتك فاضي؟ اتفضلي. للاسف انا عارفه ان انا غلطانه والله العظيم. انت لو وقفت جنبي اوعد نفسي ان انا ما عدتش هعمل حاجه غلط زي دي تاني. طب اهدي بس اقعدي. دلوقتي انا كنت بحب واحد وثقت فيه واتكلمت معاه فيديو كول، وغلطتي ان انا اتكلمت معاه بلبس البيت، بس والله العظيم انا ما كنتش اعرف لان انا كنت واثقه فيه بجد. دلوقتي هو خد الفيديو كول ده سكرين وبيهددني ان هو هينزل الفيديو ده على الفيس، وكل مره بيهددني وبيطلب مبلغ اكبر من التاني. اديت له مره واثنين وثلاثه، واخر مره خدت فلوس شغل بابا، وبابا لما عرف طردني من البيت وانا مش عارفه اقعد فين دلوقتي اصلا. طب اقعدي واهدي ومحلول. هو دلوقتي جاي تمام، هو ممكن بس تقف جنبي كانك اخويا، تخليه يمسح الفيديوهات اللي معاه دي ويرجع لي فلوس في شغل بابايا. طب بصي، انا هعتبرك اختي. لو اختي اللي عملت كده لازم اقدمها على اللي هي عملته ده، لان ما ينفعش انت تتصوري ولا ينفع تكلمي حد من غير ما تعرفي اخواتك. لا وغير كده كمان رايحه تاخدي فلوس من البيت. لا انت تستاهلي اللي يحصل لك، بس انا اقف جنبك. كلميه ما تعرفوش ان انا موجود. الو، انا في المكان اللي انت قلت لي استناك فيه. انا موجود. انا دلوقتي كلمته وهو قال لي ان هو جاي في الطريق. انت اديت له فلوس قد كده؟ كتير. كتير كمان. طب وليه يا بنتي ساكته على نفسك لحد دلوقتي؟ علشان ما يفضحنيش وما ينزلش الحاجات اللي هي معايا دي. اهدي خلاص، انا معاكي وهحل لك المشكله دي. اهدي، انا مش قلت لك انا معاكي؟ تعالي اقعدي. انت مالك يا حبيبي؟ تكلمها ليه كده؟ انا مرتبط بيها. مرتبط بيها؟ خاطبها؟ بينك وبينها حاجه رسميه؟ لا. دخلت البيت من بابه؟ يا باشا انت مالكاش دعوه، انت قاعد معاها ليه؟ يا عم رد على كلامي. دخلت البيت من بابه؟ لا. ينفع ان انت تمسك عليها صور؟ ما تنفعش وما تحللكش. طب نزل ايدك بس كده. لا مش نزل وانت جاي ايدك، ده تعالى بس الموضوع ده. اسمع، انا اللي بكلمك هنا. عايز ايه؟